تسبس عمل علبة حلاوة مولد بيبدأ سعرها من 95 جنيه. بقول لك كل عام وانتم بخير، سنة طيبين وبتاع. هنبتدي بأول منتج معرفوش، سمسمية سودانية ملبن فواكه نوعين معرفش اسمها. ده هنا في موضوع بقى، يعني هنا في موضوع. هي قد تبدو لك سمسمية بس هنفتحها ونشوفها سوا. أيقونة المولد، حلاوة المولد، ملبن سادة بدقيق، سادة هو نفسه كأنه حبل بس هو مش حبل. طبعا شاف فيديوهات اللي فاتت عارف اني بحب الملبن حبل. تعالوا بقى نبتدي بهذا المنتج اللي احنا هنتعرف عليه سوا دلوقتي. اوعى الزفلطه. بص بقى هنا سمسميه عادي اهو، اللي هو جوه السكر اللي بيبقى قرصه ده وبتاع. بس بقى ناحيه هشوف دي اوبا صارف هنا بقى. بص بقى دي مفاجاه دي. هنا في فستق وبندق. فستق وبندق يعني، وقد يكون كاجو او لا، يعني احنا لازم ندوق بقى، لازم ندوق هذا المنتج الاستثنائي هو وهذا ايه ده. هنعرف دلوقتي. تعالوا نشوف بقى ايه هذا المنتج الاسطوري العجيب. بس ناخد من الحته دي عشان ايه فيها تجميع الحاجات كلها، عشان كمان فيها فستق وانا بحبه بصراحه. اسناني ولا بتاع هي ناشفه جدا. ناشفه جدا. يمكن هو البتاع الابيض عادي، اللي هو البتاع المدوره اللي هي زي دي كده، بس هو مغلفها بشويه سمسم وصارف ايه حبه مكسرات هنا. شكرا تبص على هذه الفكره. عايز انا اجرب الافكار الغريبه الثانيه دي. محتاج افهم ايه لوح السيراميك ده ولا ايه ده؟ طريه ايه ده؟ انت بص بتاخد تدي ازاي؟ ده البان تقريبا. لا ما خدتهاش ما اعرفهاش بس حلوه قوي. بص توفي بلبن مثلا، يعني هو حاجه كده يعني. بس لا بجد طعمها جميل قوي. اللي بيحب التوفي بس اللي ما بيبقاش مسكر قوي هتبسطوا قوي البتاعه دي، واحتمال يبقى توفي اختراع محل الصنع بس تحفه. تعالوا بقى نشوف السودانيه والسمسميه. هو المفاجاه ان هنا مفيش حمصيه، بس بصراحه هو معوضني بحاجه انا مش فاهمها بس تحفه. بس تعالوا ايه نجرب السمسميه. يا جدع سهلة القطن، سكر مظبوط، السمسم طعمه باين ونضيف عظيم. خش عليا بقى في السودانية. هو عامل الحاجات قطع رفيعة فسهل انك تاكلها. حباية السوداني كبيرة والفرج بتاعه حلو والسكر مظبوط. جميل. هو في السوداني في سنه او في طعم السكر هنا تحديدا في سنه طعم مغير كده. طعم السوداني مش صريح يعني، لما تقول فيه فليفر في السكر او حاجه، بس حلو. مقابل 95 جنيه. جميل. عدد القطع هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. 95 جنيه ممكن يكون قليل، لكن هو مميزك بحاجتين بصراحه عجاب. خاصه البتاعه دي ممكن حلو. خلينا نجرب الملبن ده، حاسس ايه ان الموضوع هنا ممكن يبقى حلو. الموضوع حلو من بره، بيمسك في السنان. عارفين الملبن بيمسك في السنان كده. يبقى انا هرجع لذكرياتي مع الحاجات دي. عايز كده الملبن حلو. شكرا تسبس على الحاجات دي، نكملها بشكل رايق. والنبي لو حد يعرف او يسال لنا تسبس بس البتاعه دي اسمها ايه اكون شاكر جدا والله.